بالله من الشيطان الرجيم. قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. يا صباح الفل والنور والبنور عليكم، على عيونكم، على حبايبكم، على كل اللي بتحبوهم يا رب. يا صباح الهنا والعسل والقمر. سامعين العصافير؟ جو حلو. قربنا نمشي تقريبا كده، خلاص قربنا نمشي بقى. خلصنا الغدا خلاص. دي لحمه ماما حطيتها في التقليه عشان اللي بيحب التقليه، وهنا اللحمه اللي بالشوربه، وهنا باميه، وهنا انا اللي عملت الرز. عمايل ايديا وحياه عينيا بكل حاجه سخنه يح موحوح. وانا عملنا فاصوليا يح بجزر، مش قادره، كله سخن كله سخن. فاصوليا بسله بكوسه، بسله على كوسه. ماما قالت لي اعملي بسله بس، قلت لها لا حطي كوسه عشان شوشو بتحب الكوسه. واللحمه متقليه ماما طبخها ليه ريحه تانية. حطت اللحمه في تقليه وحطيتها على جنب، بقيت اللحمه في الشوربه، اللي عايز كده واللي عايز كده، يعني اللي عايز يحمر يحمر، واللي عايز ايه ياكلها في تقليه ياكلها، تبقى جميله في تقليه اصلا. يلا نروح ناكل. بصوا ماما كانت حاطه ده، مرات اخويا كانت حاطه لها في رمضان. بقول لها ايه ما شلتوش ليه؟ قالت لي هو اشتكالك؟ قلت لها لا. قالت لها هو قاعد يحمي الحيطه. العيال نزلوا يلعبوا تحت. سيف بعجلته، بنت اخويا بعجلتها، وروفان عماله تجري وراه. كل يوم لما احنا بنبقى هنا خاله بينزل بقى ايه، هو نازل طالع من الشغل يجيب لنا حاجات. جاب لنا السميد ده، وجاب رده، مش عارفه جاب رده ليه، يمكن ماما قالت له. وجاب قرص ساده، وقرص بسمسم، وقرص بالعجوه، وجاب فينو، وجاب كايزر، وقرص بالعجوه هقولك دلوقتي، وقرص بالسمسم، وبقسماط وجبنا قريش. وده فايش، بص يا بنات، بس فايش بالدقيق الاسمر، فايش بس بالدقيق الاسمر، تمام. وهنا جاب ايه بقى، بصوا جاب للعيله، جاب لهم حمص ولب وسوداني وبونبون وايه تاني مش عارفه، ومكسرات. انا مش عارفه ايه ده كله. ده ايه ده؟ لب ابيض، اسمه ايه اللي هو عباد الشمس، وحمص. وده ايه ده؟ ده ايه يا عم انت يا عم ده حمص برضو، حمص. ماما بتحب الحمص فجيب لها حمص ولب، وتقريبا ده سوداني، وده لب اللي هو اللب الابيض الطويل تسالي يعني عشان يتسلى. وجاب شمامه، اوبا شمامه من الطويله دي. عربيه الايس كريم اللي كل يوم تيجي تنكد علينا وينزلونا نجيب. المشكله ان علبه الايس كريم الصغنونه اللي قد كده يا بنات ب 30 جنيه. هاي تحس ان احنا قاعدين في امريكا.
بيغري الاطفال. خلاص بقى النهارده يوم المروح، هنرجع بيتنا ونشوف هنعمل ايه ونوضب ايه ونرتب ايه علشان ننقل بقى. ابو سيف قال لي ان هو خلاص النقاش خلص. الناس اللي قالت لي بالله عليك يا اسماء نزلي الفيديوهات، لما ارجع بقى اشوف الفيديوهات اللي موجوده على الجهاز واحاول امنتج لكم وانزل لكم. تمام، ادعوا لي بقى ان ربنا يسهل لي الحال يا رب. ماما كل لما باجي ماشيه بتتعب، مش عارفه بتزعل وتتعب، وببقى متضايقه ان انا ماشيه وهي بتبقى متضايقه ان انا ماشيه. مره ضغطها يعلى، مره تتعب. الواحد بقى بيخاف يجي عشان وانا ماشيه ما تزعلش وتتعب. مش عارفه اعمل ايه والله. مش عايزه امشي واسيبها، بس هعمل ايه؟ لو ينفع والله اعيش جنبيها طول العمر مش هتاخر، بس انا مش عارفه النصيب بقى. ادعوا لي بقى ودعواتكم ليا، وادعوا لي ربنا يعيني واخلص الشقه على خير. طبعا هنقل بقى واظبط، وبقول لابو سيف جمعت لي كراتين علشان الم الحاجه يا رب ننجز. بيقول لي لسه فاضل الوشوش بتاعه الكهرباء وهنزل اشتريها واشتري لك النجفه اللي انت عايزاها في المطبخ. فالله المستعان يا رب. بيقول لي المطبخ بقى كوم تراب من بتاع الرخام، عايز يتنضف، ومناخيرك وجعاكي مين هينضفه؟ قلت له مين يعني؟ انا مفيش غيري طبعا. فالله المستعان يا رب. ادعوا لي يا بنات، ادعوا لي قوي. انا متضايقه قوي ان انا ماشيه، وماما اصلا متضايقه وزعلانه ونايمه جوه، بس مش عارفه اعمل ايه. بيحصل لكم كده وانتوا ماشيين؟ يا ريت ظروفي والله يا امي مساعده ان انا اجي اعيش جنبك، بس مش مفيش امل 1% ان انا اقدر، او ظروفي تسمح ان انا اجي اعيش جنبيكي، بس حقك عليا. ربنا يصلح الحال يا رب. ادعوا لي كده ربنا يكرمنا ويهدينا احنا الاتنين، عشان هي زعلانه وانا زعلانه، والواحد ابتدى يعيط ومناخيري ابتدت توجعني. مين لما بتسيب مامتها وباباها كده، ولا بتخرج وبتزعل كده؟ ربنا يا رب يخلي لكل حد امه وابوه، ويرحم يا رب اللي توفوا منهم يا رب، ويجعلكم انتوا الخلف الصالح اللي بر بيهم بعد ما يموتوا يا رب يا رب، ويجعلكم كده نعم الولد الصالح الذي يدعو له. اللهم امين يا رب. ويرزقنا ويرزقكم كده ويوسعها علينا وعليكم. انا يوم ما اتجوزت يا بنات قررت ان انا اعيش جنب ماما، ما قررتش ان انا ابعد. ويوم ما فكرت يجيلي عريس كنت عماله ارفض ده وارفض ده وارفض ده. ابو سيف كان بيته بقى قريب واهله قريبين، قريبنا، بس انا ما كنتش اعرفه هو، انا ما كنتش اعرف غير باباه وحد من اخواته زي ما انا قلت لكم، اخواته البنات. فالنصيب بقى قعدت جنبيها، سابتني وخلعت، بعدت شويه، وبعد كده خلعت تاني. اخويا كل شويه ياخدها معاه، ربنا يحميه لهم يا رب ويبارك لهم فيه. وفي الاخر جت هنا اخر الدنيا. فربنا يا رب يصلح الحال يا رب. ادعوا لي كده يصبرها ويصبرني يا رب، وعلى الفراق اللي ما بيننا ده. يلا اشوفكم بقى هناك في بيتنا لما نروح، وكل سنه وانتم طيبين. العيد قرب، وربنا يا رب يصلح الاحوال يا رب ما بيننا وما بينكم يا رب. بس هنا بقى دلوقتي خلاص ماشيه. اخويا جه اخدني، والله يا بنات لو قلت لكم فضل لطعني من لبست امتى. قال لي لبست الظهريه، جه خدني الساعه 6 ل 10 تقريبا او 6. والله كان يا عيني وراه شويه حاجات،
وجه على نفسه، جه وصلني، مع ان ما كانش عنده حاجة في القاهرة وكده، ان هو ما بينزلش القاهرة الا لما بيروح يشوف الشركة بتاعته ويرجع، فاهمين؟ فما بيروحش القاهرة الا قليل. فانا قلت له رايح بكرة، قال لي نازل بكرة وكده هو. فقلت له طب خلاص خدني في سكتك. هو يعني خلص حاجته بالتليفون وقعد يتكلم في التليفون مع الناس وكده، وفي الاخر خالص برضه خليته جه وداني. انا مفترية انا والله، والله العظيم والله العظيم، عشان ما حدش يفتكر ان انا مفتريه بجد. انا قلت له خليك، انا هطلب اوبر وامشي. قال لي لا ما ينفعش، انا طالما قلت لك هوديكي يبقى هوديكي يا ابني، يهديكي يرضيك. طب خليك. لا انا قلت هوديكي يبقى هوديكي، وانا مش هرجع في كلمتي. فلقيته جه اخدنا بقى واخد العيال، لان كان معايا عجله اوفه. هو الصراحه قعد يقول لي خليها يا ماما، وانا قلت له لا عشان العيد جاي وممكن تلعب بيها شويه او تروح بيها وتنزل بيها كده. وبعد كده ايه، واحنا رايحين عند ستك يبقى سيبها عند ستك على طول، لان احنا الدور العاشر مفيش اسانسير، لا هينفع يطلع ولا ينزل بيها. يعني المره الجايه ان شاء الله لما نروح مدينتي هنسيبها. احنا كده طالعين من البوابات اهو، دي البوابه التانية مش البوابه الاولى اللي بيبقى عندها النافوره بقى والحاجات دي كلها. فان شاء الله المره الجايه لما نروح عند ماما مدينتي هناك ابقى اسيب العجله هناك، مرجعش بيها تاني عين شمس هنا او كده. كده كده ان شاء الله نبقى في الزيتون، فمش هرجع بيها الزيتون، لان العماره زي ما انا قلت لكم تحت الانشاء والدور العاشر ومفيش اسانسير. طب يا اسماء عماره تحت الانشاء وهتسكني؟ لان هي فيها ناس كتير سكنت، وانا هوفر الايجار بقى، مش مشكله، شهر 2 3 اطلع على رجليا الدنيا تتظبط ويركبوا الاسانسير، والله المستعان يا رب يكرم ويركبوه بسرعه يا رب، اللهم امين. المهم طبعا اكيد سامعين صوتي مرهق شويه. جبت بعضي وجيت، لقيت حاجتين، يعني حاجة كويسة وحاجة وحشة، حاجة ضايقتني وحاجة بسطتني. اول حاجة ان انا في متابعة بعتت لي مع ابو سيف فطير مشلتت بقى وجبنة قديمة لما كان في المحل يوم التلات. المتابعة دي مش متابعة، هي زميلة يوتيوب وكده، كانت فاتحة قناة اسمها سلوى. ده بقى شارع عين شمس، كنت خلاص هنزل خلاص يعني خلاص هوصل اهو. فالمهم اسمها قناة حواء سلوى، دي صديقة او زميلة بنتكلم مع بعض على طول. كانت بتجيلي المحل، هي ما كانتش بتجيلي، مامتها واختها، انا ما شفتهاش خالص خالص، بس بنتكلم مع بعض يعني. ففي مرة مش عارف بتوريني صورة ليها في العيد، فلقيت البيت حواليها زرع كده وشكله جميل، فعرفت ان هم فلاحين. بقول لها طب علميني اعمل بكاكين. قالت لي ده انا عليا شويه بكاكين وفطير مشلتت. قلت لها يا سيدي طب علميني البكاكين اللي هي او البكاكيم، مش عارفه اسمها ايه، بس انا اعرف ان الفلاحين مشهورين بها جدا. انا هنا اشتريتها مره من حد طلعت مسكره جدا، بس دي لازم اجيبها اوردر وطلب من بعيد. وبعد كده اشتريتها من محلات جنبينا طعمها مش حلو، يعني اللي كان لازم اطلبها اوردر وتجيلي من اخر الدنيا هي اللي بتبقى لذيذه جدا جدا، لان هي معموله في الفلاحين اصلا. لكن اللي بجيبها من محلات هنا جنبي طعمها الصراحه مش حلو خالص. تمام. فانا بتكلم معاها بقول لها علميني البكاكين، راحت قالت لي هعلمك بس ادوقك الفطير المشلتت بتاع الاول. يهديكي يرضيكي علميني، مفيش. قالت لي ادوقك الفطير المشلتت بتاع الاول، فبعتت لي فطير مشلتت وجبنه قديمه. الحق يتقال ايدك تتلف في حرير يا سلوى يا ام زين، ربنا يحفظه لك يا رب وتشوفيه عريس، ويحفظ لي الحاجه اللي جابتهم لحد عندي يا رب، اللهم امين، ويبارك لكم يا رب. تسلمي لي تسلمي لي تسلمي لي، وزي السكر ما تبقيش بخيله بقى وعلميني البكاكين. ربنا يا رب يصلح حالك يا رب ويسعدك يا قلبي يا رب. تاني حاجه بقى، الحاجة اللي ضايقتني ان انا اكتشفت ان يعني انا دخلت، بصوا اول ما شفتها فضلت اعيط، لما يلا الحمد لله. هو مش بعيط يعني اعتراضا على حكم ربنا، لا انا بعيط ان انا متضايقة ان انا كل ما امشي خطوة لقدام ارجعها لورا، وارجع 2 كمان مش واحدة. فانا عارفة ان كله طبعا بتاع ربنا وبايد ربنا ومش زعلانة خالص، بس اوقات البني ادم بيبقى عايز يفضفض على اللي جواه. طبعا زي ما انتوا شايفين هتسألوا ايه ده، انتي لميتي العفش ولا ايه؟ لا اكتشفت ان ابو سيف بيقول لي ان العمارة اللي انا فاتحة فيها الجاليري او المحل بتاعي جاي لها قرار ازالة، واخدت علامة حمراء وهتتهد. فالراجل طبعا صاحب البيت، بما ان البيت هيتهد اكيد الحكومة مدياه يعني ارشادات ان هي تمشي السكان المستأجرين 1 أو 2 وهيعوضوا الناس اللي هي فترة طويلة مفتوح. فاحنا بما اننا فترة قصيرة فاكيد يعني هنمشي
والبيت هيتهد بعد العيد على طول. فلقيت ابو سيف لمم الحاجه اللي في المحل وحطتها جوه في الشقه. انا دخلت بقول له ايه ده، فبيفهمني، بيقول لي اصل حصل 1 2 3 وهيزيلوا البيت، وانا جيت وكده كده هيزيلوه بعد العيد، فانت هتدفعي ايجار ومش عارف ايه، ومفيش بيع ومفيش شراء. قلت له طب احنا في وش موسم، يعني العيد داخل علينا، كل الستات بتجدد في بيوتها وكل الناس بتبقى عايزه تشتري حاجات في العيد. قال لي كده كده كله هيعزل، لان البيت هيتهد بعد العيد على طول، لان طبعا معروف في مصر ان في قرار جاي بازاله كل البيوت اللي قريبه من نطاق محيط المترو والدائري. يعني الدائري وحوالين المترو هيتهدوا مش عارف كم متر كده قدام، هيبقى طريق سريع، وهيوسعوا الشوارع والكلام ده كله. طب والبيوت دي اصلا مش حرام تتهد؟ البيوت دي اساسا مبنية على اراضي اراضي دولة او اراضي مخالفة، كلها ملهاش تراخيص ولا اسمه ايه شهر عقاري ولا الكلام ده كله. انا سمعت والله اعلم، قالك ان الحكومة مش هترميهم في الشارع، هتعوضهم بشقق، او هتعوض الملاك مثلا اللي مأجرين او كده بفلوس يعني. فربنا يا رب يصلح حال الناس يا رب. انا زي ما سمعت، فما تجيش واحده تقول لي الحكومه مش هتعوض والحكومه هتعوض والحكومه هتدي ملاليم. انا مش مشكلتي خالص، انا ماليش دعوه بالسياسه ولا بالحكومه ولا باي حد، انا ليا دعوه بنفسي. ان انا مشيت، طب انا هروح اجيب وادف على الحكومه واقول عملت وسوت وهي السبب في مشياني وهي اللي خربت بيتي؟ خالص خالص. انا شايفه ان انت قرار، انا عن نفسي قرار توسيع الشوارع اللي حوالين المترو كويس، لان انا لما كنت ببقى واقفه في الجاليري او بشوف يوم الثلاث ده بالذات، الحته اللي قدام سور المترو دي بالذات، العربيات بتبقى واقفه ومحدش بيعرف، لا بيعرف يروح ولا يجي بسبب الزحمه. هو قرار كويس بس جه على دماغي، عارفين اللي هو حسيت ان انا يعني يبقى معاكي مشروع انت حاطه فيه امل ان هو يكبر، فلاجل الحظ تحصل لك حاجه والدنيا تقف. انا بقول الحمد لله ان هي جت في محل ايجار، ما جاتش في الشقه الملك، ربنا يسترها. لان 3/4 العماير و3/4 البيوت اللي في نطاق، مثلا لو قلنا من محمد نجيب او من المرج الجديده، بصوا المرج الجديده، المرج القديمه، عزبه النخل، عين شمس، حلميه المطريه، حلميه الزيتون، حدائق الزيتون، سرايا القبه، اول المترو اللي اعرف ان هو 3/4 البيوت هناك تعتبر مترخصه ومشهره شهر عقاري، لان ده كله بيوت قديمه. فان فيلا تتهد وتتبني فلازم لها ترخيص واشهار من الشهر العقاري وترخيص واسمها ايه دي، مصالحات وحاجات كتيره قوي. فده انا عارفاه يعني. فربنا يسترها يا رب على الناس اللي كانوا في البيت. انا سمعت الراجل صاحب البيت قال له جوزي، يعني انا ما هو اللي قال له هيعوضوا الناس بشقق وهيعوضوا الملاك صحاب الاراضي والبيوت بفلوس، ان هم ياخدوا منهم نص الارضيه، تعتبر ملكيه عامه او مصلحه عامه، فالربع مثلا هينصصوها بقى على نص على الدوله او نص على المالك. انا ما اعرفش، ماليش دعوه بالسياسه والكلام ده كله. بس عارفين اتضايقت، اتقهرت شويه، فضلت اعيط شويه، بعد كده قلت الحمد لله، لله ما اعطى ولله ما اخذ، واكيد ان شاء الله هشوف مكان تاني وهشوف مكان احسن. بس عارفين اللي هو ايه الضغط، انا مش عارفه هل انا اخلص شقتي واخلص والم عفشي، ولا هدور على محل عشان انقل فيه الحاجه بتاعه المحل. فالدنيا لما بتضغط فعلا بتضغط مره واحده. فربنا يسترها يا رب علينا وعليكم، وادعوا لي بصلاح الاحوال، وادعوا لي ان ربنا يكرمني ويوسعها عليا. انا مش عارفه كل ما بسيب البيت وارجع الاقي مشكله فيه، فربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، ويكرمنا ويكرمكم ويوسعها علينا. انا اتضايقت شويه بس قلت الحمد لله خير، والخير فيما اختاره الله. واشوفكم بقى على خير، وبه به ميم سين، باي باي، مع السلامه.